مع هيئات قاريه او دوليه تنظيم مسابقات، لانه هذا الى الكاف قبلات هذا التصرف هذا بدا يعني غتفتح الباب امام دول اخرى انها غتستعمل الميزاج، وهذا اعتقد لن تقبله الكاف ولن تقبله الفيفا، لانه يهدد المسابقه ويهدد التزامات الهيئات مع المعلنين ديالها، مع الشركاء ديالها، مع المشروع ديال انه تنظم مسابقه، وهذا غيخلق مشاكل كثيره في المستقبل لهذه الهيئات. على اي حال هذا كله ربما يعبد الطريق نحو النهائي لفريق نهضة بركان. نقطة أخيرة وباختصاص هشام رمرام، أكيد هناك عقوبات تنتظر الفريق الجزائري. هشام رمرام الصحفي المغربي الكاتب والناقد الرياضي، كنت معنا مباشرة على شد FM ضمن ليك لخشاك.